الأعمال الدرامية اللي بتحكي أي قصة وسيناريو عن الصعايدة كتير جدا، وممثلين كتير قوي منهم اللي نجح وأبدع في الدور، ومنهم اللي الدنيا باظت منه وخربها خالص. أصل مش كل من عطش الجيم ومد في الكلام بقى صعيدي، لأ. في أصول أولهم الرجولة طبعا اللي طغي على معالم الوش وعدم المبالغة في كل حاجة. النهاردة هنتكلم عن أحسن 10 ممثلين عملوا دور الصعيدي زي ما الكتاب ما بيقول. وطبعا المعايير اللي هنحكم بيها هي أول حاجة اللهجة، ودي بتشمل المفردات ونطق الحروف وعدم المبالغة، وطبعا الأعمار هنا بتختلف. يعني الشاب مش هيتكلم زي الكبير. وتاني معيار هو المظهر الخارجي، وده بيشمل اللبس وطريقة الحركة وتسريحة الشعر وشكل الوش. آخر حاجة بقى هي الموهبة، موهبة الممثل اللي قدر يعمل كل ده وأضاف عليهم موهبته لحد ما طلع باللي احنا نتكلم عليهم. هنبدأ من أقل لأهم واحد، وده طبعا من وجهة نظري، ممكن تتفق أو تختلف، كل واحد وحسب رأيه. يلا بينا نبدأ ونشوف. رقم 10 معانا هو لطفي لبيب في دور أبو ذكري من مسلسل الرحايا. لطفي لبيب فعلا أبدع في الدور ده بطريقة لفتت أنظار مصر كلها، لدرجة إنه كان ترند في الفترة دي. ورغم وجود نور الشريف، بس عبقرية لطفي لبيب خلته يخطف الكاميرا من كل أبطال المسلسل. كله كان قاعد مستني أبو ذكري يظهر باللهجة المميزة، وطريقته في الحوار بجد كان مودي الشخصية في حتة تاني خالص. وده مش غريب عن واحد زي لطفي لبيب وموهبته الكبيرة قوي. رقم 9 حمدي غيث ودوره الشيخ بدار في مسلسل ذئاب الجبل. عارف لما يدوك دور صغير بس علشان انت كبير فالدور يكبر معاك. واحد عنده موهبة مرعبة يشكل بيها أي دور على مزاجه. الشيخ بدار الراجل الطيب الحكيم الضرير والسيد الأصيل، هدوء في الحوار وفي التعامل، حتى في انفعالاته تحس إن الراجل ده عايش مع الشخصية بقاله سنين. علشان تطلع بالإبداع ده، طريقة الحركة ورياكشنات الوش تأكد إنه فعلا ما بيشوفش، مش بيمثل إنه ضرير. رقم 8 معانا رشوان توفيق في دور عمران المنشاوي في مسلسل الليل وآخره. اللي عنده قرايب من الصعيد وخصوصا لو كبار في السن هيعرف إن رشوان توفيق كان عامل دور جدك الصعيدي الأصيل في كل حاجة. طريقة الكلام، الانفعالات، الرفض، القبول، الابتسامة الجميلة اللي على وشه بالشنب الأبيض ده بجد يعني كانت حاجة في منتهى الجمال. طريقته في إقناع ولاده باللي عاوز يعمله، طريقة مشيه ومسكته للعصاية، تفاصيل صغيرة ودت الشخصية في حتة تاني. رقم 7 معانا يوسف شعبان بدور وهبي السوالمي في مسلسل الضوء الشارد. الشخصية هنا مختلفة خالص عن كل اللي اتكلمنا عليهم. هنا الصعيدي الشرير اللي عاوز يودي عيلته في حتة تاني، اللي مفيش مانع برضه أدي حتة كوميدية بسيطة أوي للشخصية، أخليها ألطف. بس حاسب، مش أي حد يقدر يعمل كده غير يوسف شعبان، لأن رغم كل ده الهبة محفوظة. ده غير اللهجة، إتقان بطريقة عالية أوي. المظهر صعيدي ومن الصعيد الجواني كمان. طريقة الضحكة ومفردات الكلام اللي بيقولها. أنا واحد من ضمن الناس كنت أكتر حاجة بحبها في المسلسل شخصية وهب السوالمي. ونيجي لبرنس التسعينات رقم 6 أحمد عبد العزيز بدور البدر بدار من مسلسل ذئاب الجبل. عارف لما تبقى جنتل التسعينات وأي حد يتمنى في الفترة دي إنه يمثل معاك، ويتعرض عليك دور صعيدي بس علشان أنت جامد أوي تقبل؟ لأ، ده أنت كمان تعمل قلبان في مصر كلها بالدور ده. ده بقى اللي عمله أحمد عبد العزيز، شخصية صعيدي معاه تعليم عالي وبكالوريوس زراعة، يعني مهندس وكبير عيلته، وكمان صغير في السن ولبق في الكلام مع إتقان في اللهجة كبير قوي. حتى لما ساب الصعيد تعامله مع الناس يبين لك إن الراجل ده عارف هو بيعمل إيه، مش بيقول أي حاجة كده وخلاص. طريقة لبسه للجلابية ومشيته بيها مختلفة 180 درجة عن طريقة لبسه للبدلة، حتى تسريحة شعره، تغيير شكل الشنب، كل التفاصيل دي نقلته من البدر بدار للمهندس فاروق. حاجة صعبة جدا لأن الاتنين لازم يكونوا هو نفس الشخص الصعيدي، حاجة ما يعملهاش غير أحمد عبد العزيز. ونيجي بقى لرقم 5 ممدوح عبد العليم بدور رفيع العزايزي في مسلسل الضوء الشارد. عارف الكاريزما اللي تخليك تعدي في أي طريق والناس تبصلك من كتر الهبة اللي عندك؟ ده اللي عمله رفيع بيه العزايزي. من كتر الهبة اللي عنده تخليك غصب عنك تقول عليه رفيع بيه، رغم انه مش كبير في السن، بس الرزانة اللي عنده تخليك تحترمه وتهابه. في نفس الوقت ده كبير البلد كلها اللي كل همه مصلحة العيلة، واللي يعمل كل حاجة علشان عيلته واسم ابوه يفضل مرفوع. بس رغم ده كله قلبه طيب، ومع كل الهيبة دي ما فيهاش مانع ان امه تزعله قدام الناس علشان غلط ويسمع كلامها. ممدوح عبد العليم كلمة ابدع دي قليلة، قدم كاركتر عمره ما هيتنسي، وموهبة جبارة زيه خلاك تشوفه رفيع بيه العزايزي. ونيجي بقى لرقم 4 وهل يخفى القمر، أحمد مكي في دور الكبير قوي. بجد يا جماعة الراجل ده ترسانة مواهب ماشية على الأرض، صعيدي عمرك ما هتشوف زيه. لهجة موجود، هيبة موجود، كوميديا موجود قوي،
رياكشن ولبس موجود قوي قوي، صعيدي انترناشونال. احمد مكي برضه قدم دراما في مسلسل الكبير قوي، واللي اتفرج على المسلسل كويس هيفهم انا بقول ايه. رغم كده هو كان عارف هو بيقول ايه وامتى، مش اي وقت كده يطلع الدراما، لا كان ليها وقتها وليها حبكتها. ده غير مفردات الكلام اللي هو اخترعها بطريقة الكبير قوي اللي عمرها ما هتتنسي. وبجد انا نفسي اشوف الكبير يجي كل رمضان وما ينتهيش ابدا. هنيجي بقى للتوب 3، اهم 3 عملوا دور الصعيدي، وهنبدأ للكبير اللي بجد، رياض الخولي في مسلسل سلسلة دم. بجد حاجة مش طبيعية خالص. فاكرين قلت ايه على ممدوح عبد العليم؟ هنا بقى مختلف شوية. انا هعمل كل حاجة علشان خاطر نفسي، هدوس على اي حد. هارون صفوان الشر باين في عينه، ولما تشوفه جاي من بعيد اطلع يجري وما ترميش حتى عليه السلام. رياض الخولي هنا كان بيخوفك من غير ما يبرق ولا يأفور زي ناس كده احنا عارفينهم كويس، يعني مش هنقول اسمه. دور الشرير اللي بيفكر في كل حاجة وعاوز كل حاجة واتفق مع أي حد على أي حد. هيبة في الكلام والأسلوب والتهديد. تصعيدي مليونير وفي نفس الوقت مؤذي، فاحذر منه أوي. ومفيش مانع إن أعذب ولادي، مش مهم، واضربه كمان بالكرباج لو لزم الأمر، وأقف جنب ابني حتى لو قتل، وربي أحفادي على كل حاجة وحشة، ونفس الوقت منساش نفسي وروق عليها. بس لازم الترويقة دي تجيب مصلحة برضه، حتى وأنا عضو في البرلمان هشقي كل اللي وقف مع خصمي. ده أنا هارون صفوان اللي لو البلد كلها وقفت ضدي أمشي الناس منها وأجيب ناس جديدة عادي. ده اللي قدمه لنا الفنان الكبير رياض الخولي. بجد كان شايل المسلسل لوحده مع احترامي للجميع. وسع بقى كده علشان اللي جاي في حتة تاني. أكيد هيبقى أحمد ماهر في دور دبور من مسلسل ذئاب الجبل. يا جماعة الراجل ده غريب، بيعمل أي حاجة وبياخد عليها تقييم 9.5 من 10. دبور صعيدي من المطاريد، بعد ما نزل من الجبل وقع في قصة حب من طرف واحد. انت متخيل؟ دبور الصاحب الجدع، بس عيبه انه ما يعرفش مين كويس ومين وحش، رغم انه قوي والناس بتخاف منه. بس الحب غيره، العشق بيغير اي حد، حتى دبور. الدراما اللي قدمها في الدور ولهجته المرعبة وتفاصيل تحركات ايده وهو بيتكلم مع نظرات عينه لما يبقى فيها حزن، هتعرفك قد ايه الراجل ده قادر يودي الشخصية لبعيد قوي وينط فيها عن كل اللي حواليه في المسلسل إلا واحد. فعلا واحد في المجال ده، أكتر ممثل underrated في تاريخ مصر. ورقم 1 معانا هو عبد الله غيث في دور علوان البكري من مسلسل ذئاب الجبل. ده اللي جاب السقف، عارف انت اللي هو محدش هيعمل صعيد احسن مني. عاوز لهجة؟ انا مولود في الصعيد بجد. يا جماعة ازاي يتكلم بالطريقة دي؟ ركز معاه كده وهو بيتكلم هتلاقي الحرف مدروس. رفعة الحاجب، رياكشنات وشه وتفاصيل عينه وهو بيفكر، دي حكيته اللي فعلا ما يضحكهاش غير راجل صعيدي اصيل قوي. ده اللي ياخد 1,000,000/10 في الدور ده. دور يدرس في الشر والخبث والعبقرية. تمثيله بعيد قوي عن كل اللي حواليه في المسلسل، محدش عارف يقف قدامه. ودى المسلسل بعيد قوي اكتر ما هو رايح. اتقان وموهبة تدرس في معهد السينما يا جدعان، ومش مبالغ والله. اللي اتفرج عليه هيعرف اني مش مديله حقه. وفي النهاية طبعا لازم اشكر كل صناع العمل في مسلسل ذئاب الجبل، علشان العظمة اللي اتقدمت في العمل الفني ده كفيلة انه يكون احسن مسلسل اتعمل عن الصعايدة في تاريخ مصر كلها. وطبعا كل اللي وصل معانا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة، وقول لنا مين أهم 10 بالنسبة لك. وحلو أوي لحد كده. سلام.